بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الكرام، الأخوات الكريمات، أصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات. الحقيقة أنا ملي كنطلع من هنا كنرتاح، والله العظيم كنشبر هاد المناظر. شوف ملي كتجينا مرفين، مكنشوفش مزيان لأن الشمس كتضرب لي في عيني. كتجي من شاطئ الرفين، هو شاطئ الرفين، وهي كتجي حتى كنوصلو لهاد الحجر اللي هنايا، وهي هادي ديك البيسينة وداكشي. حنا باقي نعمل لكم تسجيلات هنا تحت الماء ان شاء الله. هنايا نوري لكم الحوت اللي كيكون هنا كاين موجود، ما كيبانناش، ولكن اذا كانت عندك الكريطه المنظار تقدر تشوف. لان هذه القنطره اللي هي شاهده على العصر، شاهده على واحد الزمان، كتقول بان كان من هنا كيجوز واحد القطار، كان عملوا الاستعمار الاسباني. الحقيقه كانوا عملوه لاسباب عسكريه 100%، باش ينقلوا الجيش ديالهم، لان كانوا كيعولوا باش يستعمروا المغرب ويستعمروا افريقيا، وهذا كان الطريق الاولي ديالهم. لانه هذا عندنا مع حكايه طويله ان شاء الله، عندي دابا بعد نعمل لكم حلقات عليها، على لاباطاجه ديال كاستيجيكوس. وها هو هذا البحر، شوف بحال الذهب. هذيك العيال صغارين كيلعبوا في بينيه، حجره بينيه. ها هي عندنا هذاك الميناء الصيد التقليدي، وعندنا هذه الفنيدق. شفتي الفنيدق كيف كدار من هنايا. وهذه هنايا هاد راس بينيه، هذه كانت قشله الاسبانيول ديال العسكر. فهمتي، هنا كانت قشله العسكر. ها باقي المعالم ديالها، ها هي، ها هما. هنا كانوا عندهم السكنات ديالهم من هنا حتى الطريق. وهذه كنسميوها بينيه لان كان شجره بينيه هنايا، شجره الصنوبر كان هنايا بكثره. عاد من بعد سبحان الله مشى وحديتو، اندثر وحديتو، بقى كيدو حتى مشى وحديتو. اذا هذه كونديسا. هذيك راه هي اللي قبلتنا عازفه، هذيك هي عازفه، متشار عازفه. سبق لي عملت عليه حلقات، التاريخ ديالو واش كيقولوا له، عنده واحد التاريخ، واحد الضريحه باقي تما، الامام العزفي باقي تما كاين. هاد الطريق اللي كتدي تطوان وكتدي الشواطئ كامله هي هذه كتمشي. وانت دابا كاين التحاس، فهمتي. دابا اذا مشيتي في الوسط الدروار راك غتحصل في الطريق. لهذا اذا كنتي مقلقه ولا شي حاجه شبر لوطوروت حتى تطوان، والا غادي تحصل لا في الطلوع لا في الهبوط، على حسب. في العشيه كيكونوا طالعين، ودابا في الصباح كيكونوا هابطين، فهمتي. وزعما كان خصها شي طريقه اخرى مساعده، فهمتيني، هذه لانها مابقاتش كتكفي، وكيتمشي لك 2-3 ساعات غا في الطريق، فهمتي. و لان هذا على بحر تبارك الله، على جماليه هذا البحر وهذا الجمال. وهذه القشله هذه اللي كانت هنايا عندها تاريخ، دابا نهضر لكم عليها. واللي كنقول انا اظن ان اول صوره فوتوغرافيه في المغرب 1860 اخذت من هنا، من هنا. يعني ملي كان الجيش الاسباني عمل القشله ديالو، وكان كيستعد باش ينزل القياطن ديالو والرحال ديالو وداكشي، ولاباطاجا ديالو كاستيجيخوس وقعت هنا قبالتها. وتما البواخر، تما عندنا التصويره انا غنلوصيها لكم، نقدر نلوصيها لكم اليوم. قبالة 7 ريال تما كانوا البواخر ديال الاسبان، فهمتي. مجموعه البواخر. وعندي مشيت لطراغونه، مشيت للمكتبه وجبرت التاريخ ديال المغرب، وجبت منه 1859 1860 اللي هي لاباطاجا ديال كاستيجيخوس. وعندي الصفحات اللي كتهم هاد، لان هو كتاب كبير اللي كتهم هاد المعركه هذه، غنترجمها لكم ان شاء الله. ولكن هذا منقول على الاسبان، لان منقول على واحد الطبيب اسباني كان هو اللي رافق ديك الجيش الاسباني ملي كان داخل يغزو افريقيا، فهمتي. وكانت هذه هي البوابه الاولى، وتلقى مقاومه شديده من هنا. المهم هادو التاريخ عندها خصها حلقات وحلقات سأخصصها فيما بعد إلى ذلك إن شاء الله، إذا كان في العمر بقية. إذا نخليكم مع هذه المناظر الجميلة الخلابة الطبيعية. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.